أكتر حاجة توجع في الدنيا إنك تسيب ابنك لناس تقتله بالقسوة وإنت تفتكر إنه نايم مرتاح في حضنك. دخلت سلمى غرفة العمليات عشان تولد، لكن وهي بتولد ربنا افتكرها. ماتت بعد ما جابت ولد جميل. أحمد جوزها اتصدم وقلبه اتكسر على فراقها، بس خد الولد يوسف ووداه لخالته تربيه عشان هو مشغول بالشغل. عدى 7 شهور واتجوز أحمد واحدة تانية اسمها فاتن، ومرت الأيام وخلف منها ولد وبنت. بعد 3 سنين قرر ياخد ابنه اليتيم يوسف من عند خالته ويعيشه معاه في بيته الجديد. بس فاتن ما كانتش طيبة، اهتمت بأولادها ونسيت ابن جوزها. كانت قاسية عليه، بتزعقله وبتعاقبه على أقل حاجة، وكل شوية تحط له الأكل لوحده، تقول له كل هنا لوحدك، محدش ياكل معاك. وفي يوم كانت مستضيفة أهلها على العشاء. يوسف الصغير اللي ما كملش 4 سنين دخل المطبخ وشاف السفرة مليانة أكل وحلويات، جري ومد إيده ياخد حاجة ياكلها، بس فاتن شافته وزعقت له ايدك دي تشيلها فورا، وجابت له طبق رز وقالت له اقعد في البلكونة وكل لوحدك، ما تطلعش منها غير لما الضيوف يمشوا. يوسف قعد في البلكونة. كان اليوم ده شديد البرد وخاف يخرج فيضربوه، فنام مكانه. الضيوف مشيوا والست دخلت خدت عيالها ونامت، ونسيت ان في طفل صغير بره في البلكونة. جوزها احمد رجع متأخر من الشغل. قالت لها اجيب لك عشاء؟ قال لها كلت بره خلاص. سألها ابني فين؟ قالت له نايم في سريره، ما تقلقش عليه. الراجل نام وفي نومه شاف مراته اللي ماتت بتقول له خد بالك من ابنك. صحي مفزوع وقال لمراته ابني فين؟ قالت له قلت لك نايم في سريره، نام انت كمان بقى. ناموا تاني. جات له مراته في الحلم للمرة التانية وقالت له خد بالك من ابنك، الولد في خطر. صحي مفزوع وقال لها انا هقوم اشوفه. قالت له حرام عليك، بتكبر الموضوع، الولد تمام. نام للمرة التالتة. جات له مراته بس المرة دي قالت له خلاص ابني جالي. صحي مفزوع جري على أوضة ابنه، ملقيهوش في السرير. لف البيت كله مش لاقيه. فتح باب البلكونة لقى ابنه قاعد على الأرض حاضن نفسه ووشه مزرق والبرد عامل فيه العمايله. في ايده طبق الرز، كل شوية وساب الباقي. يمكن كان مستني حد يطبطب عليه يحضنه يحس بالأمان، بس اللي جهله كان أمه، كانت مستنياه في حضنها. في الآخرة الراجل حضن ابنه وفضل يصرخ لحد ما الجيران اتفزعوا وزوجته خافت وهربت من البيت. كانت حالته هستيرية، قاعد يصرخ ويقول يا ريتني سمعت كلامك، أنا السبب أنا السبب أنا السبب. فاتقوا الله في أولادكم وعاملوا اليتامى بالرحمة، قبل ما يتحاسب حد فينا على روح بريئة راحت بسبب قسوة القلب. لو عجبتك القصة صلي على النبي في الكومنتات، وما تنساش اللايك وادينا فولو علشان القصص الجاية هتعجبك أكتر.